السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم رشة ملح. اليوم غاليتي راح نشارك معاكم وصفة كسرة رخسيس على أصولها على الطريقة التقليدية دون إضافات. رايحين نتعرفوا في هذه الوصفة الطريقة الصحيحة والناجحة 100% للكسرة رخسيس، باش هكذا تعتمدوها وتجيكم الكسرة تاعكم قاطو، تجيكم مقرمشة من برا وطرية من داخل. راح نعطيكم كل أسرار نجاحها والسر كامل راهو في الطريقة. تبعوا فقط معايا الفيديو الأخير بكل التفاصيل، وأنا متأكدة بلي رايحين تعتمدوا الوصفة ورايحين تنجحوا فيها. فقط نذكركم حبوبة الزينات. إلى عجبكم فيديو ما تبخلونيش من هذاك الجام وشاركوه مع الأهل والأصدقاء والأحباب باش تعمل فائدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. أول حاجة نحكيو عليها اللي هي السميد البنات استعملوا السميد المتوسط المايل للرطب. استعملوا أي نوعية راح تنجحوا فيها، المهم يكون متوسط مايل للرطب. هنا درت 6 كيسان تاع السميد راح يعطيوني 3 خبزات متوسطين. 3 كيسان تاع عفوا 6 كيسان تاع السميد، زدت لهم 2 ملاعق صغار معمرين تاع الملح وملعقه صغيره من خميره الخبز. زدت السينوج والججلانيه راح يزيدوا اضافه سواء في الذوق ولا في الفائده. واختياري اللي ما عندوش السينوج الجدانيه ولا ما يحبهمش يقدر يستغنى عليهم. هنا البنات زدت انا درت خليط بين زيت الزيتون والزيت العاديه، درت كأس الا ربع. اللي تحبها زايده بسوس تقدر دير كاس كامل نتاع الزيت، واللي تحبها ناقصه بزاف البسوس تقدر دير نصف كأس، يعني الزيت كما تحبوا تحكموا فيه نتوما. لكن الوصفه المضبوطه كأس الا ربع تاع الزيت راح يجيكم سوا. اذا حبيتوا زيت الزيتون خلطوه مع الزيت العاديه، اللي ما عندكمش زيت الزيتون استعملوا غير الزيت العاديه. هنا البنات جبت الماء الدافي، حطيت الكأس الاول والكأس الثاني راني نحط فيه بالتدريج. بالنسبه للقوام تاع العجينه كسره رخصيص، ما يكون ناشف ما يكون طري بزاف. إلا كان ناشف ما راحيش تقدروا تعجنوه، راح يجيكم صعيب في العجين. وإلا كان طري بزاف البنات راح ما تقدروش تتحكموا في الطياب نتاعو، ما تجيكمش الكسره نتاعكم شابه، راح تجي تلقى روحها. يعني ديروا العجينه نتاعكم ما تكون ناشفه ما تكون طريه بزاف. هنا البنات نلم في العجينه نتاعي كما راكم تشوفوا حتى تحصلوا على العجينه بالقوام اللي شفتوه في الفيديو. راح نوريكم درك القوام تاع العجينه. هنا راني ندخل في العجينه نتاعي مليح باش هكذا نشوف اذا كان مازال تحتاج كميه تاع الماء ولا لا. نفكركم حباباتي الزينات ما تبخلونيش من هذاك الجام باش هكذا يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين. هاوليكم لكم القوام تاع العجينه، يعني العجينه ما تلاصقش لا في الايدي لا في القصعه، وفي نفس الوقت راها طريه شويه ما تكونش ناشفه بزاف. هنا البنات بالنسبه لطريقه عجن الكسره تاع الخساس تتعجن مع التقطيع. كاين بنات بزاف يطرحوا لي تساؤلات خصوصا في القناه نتاعي الاولى، يقولوا لي علاه الكسره نتاعنا تتنفخ معانا. تتنفخ على خاطر يروحوا يعجنوها كما المسمن، ولا عجنت الكسره نتاعك كما المسمن راح تتنفخ. ودير لكم هذوك الفقاعات وتجيكم هذوك الفقاعات يتحرقوا لكم في الطاجين. هذا هو السبب اللي يخليكم الكسره تاعكم تتنفخ. لازم تعجنوها مع التقطيع. بالنسبه للوقت تاع العجن البنات انا هنا كنت مزروبه شويه، تقريبا عجنت 1 دقيقه فقط. نتوما البنات كما حبيتوا، الا حبيتوا العجينه تاعكم او الكسره تاعكم طريه بزياده عجنوها مليح تقريبا حتى 5 دقائق، اكثر على 5 دقائق عجنوا قد ما حبيتوا. وإلا حبيتوا الكسره تاعكم تقرمش من برا تقدروا ما تعجنوهاش مليح، يعني ديوها وجيبوها كما ديتها وجبتها انا في الغالب للامانه نعجنها شويه يعني بوقت زياده باش تجيني شويه طريه من داخل هكذا. كل واحد كيف يحب الكسره نتاعو. قلت لكم السر تاع العجين هو في الطراوه تاع الكسره. اذا تحبوها طريه بزاف عجنوها مليح، الا حبيتوها تتقرمش فيها قرمشه زياده عجنوها 1 دقيقه حتى 2 دقائق وحبسوا. بعد ما تحبسوا العجينه البنات قرصوها بالطريقه التي راها موضحه في الفيديو، يعني نورمالمون الطريقه راها واضحه. حاولوا فقط تنحيو هذوك التشققات، غطوها بنيلون وخلوها ترتاح 10 دقائق حتى 20 دقيقه. البنات هنا بين ما خليت الكسره نتاعي ترتاح حطيت الطاجين تاعي يسخن، راح نديرها لكم على الطاجين نتاع الطين ماشي الطاجين تاع الحديد.
هكذا البنات. هنا بديت نحل في الكسرة نتاعي، هذه هي الطريقة المشهورة نتاعي نتاع الحلة نتاع الكسرة، وتجيني دائرية مدورة الله الله كما يحبها الخاطر. يعني دايما نحلها بالطول، نعاود نقلبها نحلها بالطول، وبعد ما نحس باللي هذاك هو القوام المطلوب نبدا نسوي فيها باش تجيني الدائرية. ودايما دايما نستعمل يدي باش نتحسس الملمس نتاع العجينة. نسوي لها الأطراف كما راكم تشوفوا. تقولوا لي البنات راكي تهضري بزاف كما كنتو ديروا في القناه القديمه. لا غالب لازمني نشرح بزاف هكذا باش كامل تفهموا عليا. تحملوني شويه. هاوليكم شوفوا العجينه كي تطرحوها البنات، ما تخليوهاش رقيقه بزاف، حاولوا ديروا فيها شويه الروح هكذا باش ما تجيكمش يابسه. هنا البنات بعد ما سخنت الطاجين تاعي، بالنسبه للطاجين تاع الطين هذا يعني شريته غير كيما شريته، استعملته المره الاولى واستعملته المره هذه روعه تاع الوزينه. البنات يديروا 50,000، يعني شريوه وما تخافوش، فقط ما تطلعوش للنار بزاف بزاف بزاف، سيرتو كي تعود الطابونه تاعك عاليه. حاولي ديريها على نار تكون عاليه بصح ناقصه شويه، تكونش زايده بزاف. وطيبيها في نفس الوقت انت تطيبي وانت تحرفي البنات، حركيها هكذا باش تجيك طايبه من كل الجوانب بنفس اللون. هكذا البنات. يعني الطاجين هذا شريوه وما راحش ندموا عليه، والله غير روعه، يعني روعه للامانه روعه. مام الكسره نتاعو تجي بنينه، على بالنا بلي الطاجين تاع الطين الكسره نتاعو تجي بنينه خير من الطاجين تاع الحديد. هكذا البنات. وفي نفس الوقت ما يحرق لكمش الكسره. هنا البنات نحاولوا نطيبوها من كل الجوانب. نشوفوا الاماكن اللي تكون بيضاء نحاولوا نطيبوها من كيما شفتوني نطيب فيها. يعني راح نطيبوها بكل سهوله، راح تطيب لكم في وقت قياسي. هنا البنات بعد ما طيبت الكسره نتاعي كملتهم كامل كامل. هاي لكم النتيجه النهائيه، شوف كيف جاتني روعه. جاتني حميمره مدوره، فيها قرمشه من برا، جاتني طريه من داخل بنينه مع هذيك السينوج والججلانية الله الله يعني. شهيتكم في الجنة البنات. الكسرة كي ديروها بالطريقة هذه وتعتمدوا كل التفاصيل اللي درتها لكم في الفيديو، وتتبعوا كل الأسرار اللي عطيت لكم، رايحين تنجحوا فيها 100%، ورايحين تحصلوا على كسرة عفوا من أروع ما يكون. اليوم درتها لكم على الطريقة التقليدية الأصلية دون إضافات. إن شاء الله تعتمدوا هذه الوصفة وتنجحوا فيها. وبالنسبة للخميرة البنات، حنا عندنا من بكري من عهد أمهاتنا وجداتنا استعملوا الخميرة الكيميائية في الكسرة. يعني كاين مناطق تستعمل خميرة كيميائية، كاين مناطق ما تستعملهاش، يعني كل منطقة وكيفاه. حنا عندنا نستعملوا الخميرة الكيميائية في الكسرة الرخصيص. إلى الملتقى، وما تنسونيش من هذاك الجنب.